حبايبي ام اسلام، هنعمل النهارده شويه رز بلبن في منتهى الجمال. هنعمل ايه بقى؟ معانا 2 كيلو لبن، عليهم كوبايه رز. الرز مغسول ومتنقي ومنقوع. انا نقعاه اهو. دي كوبايه رز غسلاها ونقعاها. دي الميه، شوفوا مطرح النقع. اهم حاجه يتغسل كويس قوي. هنقول لكم هنعمل ايه، بس هنحط الرز بميته. وكل بقى شويه رز وادعي لي عليهم. الطريقه دي انا عارفاها من حد صاحب محل كشري مشهور. هو يعني ايه بيعمل الطريقه دي؟ يعني اخته صاحبتي وهي اللي قالت لي على الطريقه دي. من ساعتها وانا بعملها، ولادي بيحبوا الرز بلبن من ايدي، ما برضوش ياكلوه بره خالص. وكل حد يجي يدوق الرز بلبن بتاعي يقول لي عاملاه ازاي. هذا نقلبه لحد لما اللبن يغلي، وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. وصلوا على الحبيب كده وانتوا قاعدين، وادعوا لاخواننا ربنا ينصرهم في كل مكان. يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب. حقت الايام المفترجه دي. اللبن اهو غلي اهو. هنضيف بقى ايه؟ الرز اللي احنا نقعينه. انا ما بضيفش اي حاجه تاني خالص، لا نشا ولا اي حاجه. هو كده بيبقى طبيعي وجميل، طعم زمان وكل حاجه. اللهم صل على النبي. افضي الرز بس عشان انا ايه، افضي كده واقلب، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. هنا غلي اهو. هنحط هنا السكر حسب الرغبه. يعني انت تشوفي بقى السكر، انت بتحبي سكر قد ايه. احنا بنحبه مسكر شويه. فيعني انت ممكن ايه، هو اصلا كده كده ما بياخدش يعني سكر كتير. انا حاطه كده يجي كوبايه سكر. انت بقى ممكن تحطي بقى وتدوقي حسب ما انت عايزه. بس انا صايمه عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بس هو اصلا شوفي انت بقى بتحبي السكر ايه، وظبطي السكر حسب ما انت عايزه. هقلبه بقى واسيبه بقى يستوي مع نفسه كده، ووطي ايدك فيه عشان ما يشدش. اول ما الرز بيبتدي يبان كده اهو، بتطفي عليه بقى وتعبيه في الاطباق. ما تخافيش هيتقل، من غير نشا ومن غير كريمه ومن غير اي حاجه. اهو بتعبيه كده زي ما هو كده، وهتشوفيه هيمسك ومش هيبقى فيه اي حاجه، زي بتاع بره بالظبط. بيبقى طري وجميل جدا، مش ناشف ولا حاجه خالص. بتعبيه في الاطباق وهو فيه لبن. بس اول ما بتمسكي تمسكيه كده اهو، تحسي ايه؟ تحسي تشوفي الرز كده باين، كده باين اهو. بنعبيه بقى، نحط عليه ونعبيه في الاطباق. هوريهولكوا لما ايه اهو. شوفوا باين ازاي الرز، باين. وكلي احلى رز ممكن تعمليه في حياتك. بعد ما خلص اهو، يعني الحمد لله بقى كويس. ولما يبرد ان شاء الله كده هناكل منه عشان احنا صايمين بس. عايزه بقى ايه، تشغل عليه الشوايه، هيبقى زي رز المعمر كده، ويبقى شكله جميل وطعمه اجمل. لو عندك مكسرات حطي، ما عندكيش كليه زي كده. وما تحطلوش اي حاجه تاني، هو كده باللبن بس. ولو حابه تحطي فانيليا حطي، بس ما تكتريش عشان الفانيليا بتخليهم يمرر يعني. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، وجعلنا مسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر ولادنا وإخواتنا في كل مكان. واحفظ مصر يا رب والجميع الدول العربية. ورجع ولادنا اللي في الغربة سالمين غانمين، وردهم لأهاليهم يا رب، واحفظهم. وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب.